ايه رايك في مخلل البصل القمر ده؟ شايفين شكله وشايفين جماله؟ شايفه ب10 جنيه عملنا كل الكميه دي كلها. تعالي ابداي معايا الفيديو وانا اقول لك عملناه ازاي. اول حاجه انا معايا ميه بتغلي على النار، دولت 2 كيلو بصل. شايفين شكلهم وحجمهم؟ انا جايباهم ب10 جنيه. كيلو البصل ده عامل 5 جنيه. تعالي معايا على النار. معايا حله على النار فيها ميه، مش حاطه فيها اي حاجه، والبصل زي ما هو كده هنزله في قلب الميه. يا دوبك هيغلي غلوه وهتطفي عليه، هتسيبيه في قلب الميه لحد ما يبرد. خلاص، ده شكل البصل بتاعنا. يعتبر غلي غلوه زي ما انا قلتلك، وسبته في الميه قعد اكتر من ساعه في الميه دي. طلعه من الميه وتعالى اقولك هعمل فيه ايه. وهو ده شكل البصل. تقطع الحته دي كده بتقشريها بالشكل ده. كنت عامله معاكم فيديو برضو على القناه بتاع تخليل البصل، بس قلت يلا اشجعكم بقى. كيلو البصل ب5 جنيه، رخيص قوي، مش حاجه. تعملي احلى برطمان مخلل ب10 جنيه. سهل وبسيط، حاجته يعتبر كلها في البيت. لما تلاقي قشره صفرة زي كده شيليها. هعمل الكميه كلها هقشره بالشكل ده، وتعالى اقولك انا بخلله بقى ازاي. وبعد ما احنا قشرنا البصل وبقى بالشكل ده، لازم بقى نغسله تاني. ننزلي تحت الحنفيه كده في بوله. وبعد ما احنا غسلناه بالشكل ده، هتنزلي عليه بحوالي ربع كيلو جزر مبشور، وهنزل بمعلقه كبيره من هريسه الشطه لسه عاملينها مع بعض. شايفين بالشكل ده. هننزل بعصفر الليمون، انت بتخللي بيه الليمون بالشكل ده. وهتنزلي بمعلقه كبيره من حبه البركه بالشكل ده. كفايه قوي. وبس كده، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. هتاكلي احلى مخلل بصل. شايفه؟ هتقلبي بقى البصل ده كده وفي البرطمان على طول وتعبيه. بعد ما احنا قلبناهم وبقوا معانا بالشكل ده، هتجيبي البرطمان بتاعك وتعبيه على طول. شفتي بقى ريحه الشطه بتنفع ازاي، والليمون جاي لنا دلوقتي والزيتون حلوه قوي. اوعي تستغني عنها. في ناس بتحط كركم، في ناس بتحط بابريكا، بس انا ما بحطش اي حاجه من الحاجات دي. اعملي الطريقه دي هتعجبك قوي. وبعد ما احنا عبيناهم في البرطمان، معايا بوله فيها 2 لتر من الميه. لكل لتر من الميه ليه 4 معالق هرميين من الملح. وحطي الملح ودوقيه، عشان في ملح غير برضو نوع الملح التاني. تنزلي ب8 معالق من الملح وهتقلبي. لو احتاجتي ملح حطي ضيفي ملح كمان. تنزلي بالمحلول كده على طول. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. ب10 جنيه عملتي برطمان مخلل. وبقيه المكونات عندك في البيت زي الملح، الجزر، طبعا كلنا عندنا جزر في البيت، حبه البركه والعصفر ده متبقي من السنه اللي فاتت من الليمون. شايفين؟ اسهل مخلل هتعمليه، والطعم طعمه تحفه. وبس كده خلص البرطمان بتاعنا. طرف ايدك كده هتدوقي الملح بتاعك مظبوط. تقفلي البرطمان بتاعك وركيه ركه بسيطه كده، وهتحطيه على الرخامه بتاعته. شايفه شكله؟ شايفه جماله؟ اسبوع زمن بالظبط وهتاكلي منه. هتاكلي احلى مخلل بصل. يا رب تجربيه ويعجبك.